سلام، مرحب بكم اليوم في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا اليوم غادي نقترح عليكم وصفة تاع عشاء ولا فطور ولا خفيفة ظريفة، بالخضرة وخبيزات تاع الكفتة تاع الدجاج بهذا الشكل. غادي نديروها بأقل كمية تاع دهون ممكنة، وندخلوها في الكوشة طيب، ما غاديش تاخذ معنا وقت طويل ولا مكونات بزاف. هنايا عندي شوية تاع كفتة تاع الدجاج، درت معاها شوية تاع شابليغ، شوية تاع توابل اللي هي فلفل اسود، كركم، شويه تاع الثوم. بغيت ديروا بصل ديروا بصل، لكم الاختيار. هنايا في طاجين ولا في مقله عندي زوج حبات كبار تاع بصل مع فلفل اخضر حار، ونقليهم مليح مع شويه تاع زيت، شويه تاع ملح. هنا عندي بطاطا 3 حبات كبار تاع بطاطا ولا 4 متوسطين على حسب افراد العائله، قطعتهم دوار دوار بهذا الشكل. وعندي ايضا ديك الكفته كورتها بهذا الشكل، ومن بعد غادي نشكلها خبيزات. في نفس الاشوار غادي ندير حبه طماطم كبيره ولا زوج حبات متوسطين مع شويه تاع في التوابل، ثوم وشويه تاع زيت، شويه فلفل حمراء، مع شويه ملح، شويه فلفل اسود، ونزيدو تقريبا كاس تاع ما. خلطها في هذيك الصلصه. غادي نجيب البلا اللي يدخل الكوشه، ما ندهنو لا بزيت لا بوالو. غندير كميه قليله من ديك الصلصه تاع الطماطم. نسيت ما قلت لكم، زدت ملعقه صغيره تاع طماطم مصبره. نحطوا كميه تاع البطاطا خضراء، ما نديروا لها والو، ما نفوروها ما نفيضوها ما والو. هذا هو طبق الصحي. نقصوا شويه على روحنا على القليان اللي دائما نقلو. هنايا نزيدوا طبقه، نديروا شويه ملح، نملحوا ديك البطاطا. نديروا طبقه تاع البصل بعد ما دبلنا بهذا الشكل وتكرمل بهذا الشكل. طبعا كي طيبوا البصل تقلوه مليح حتى يعطيكم حلاوه، خير من ما ديروه اخضر. نستفو كامل كطبقه فوقانيه كما راكم تشوفوا، ونزيدو نفرغوا كميه تاع الصلصه تاع الطماطم اللي طحناها بهذا الشكل. درنا لها شويه تاع توابل كما قلت لكم، توابل لكم اختيار. انا درت غير شويه فلفله حمراء، شويه زعفران، شويه تاع فلفل اسود، واكيد شويه ملح. حنا بغيتو تعطروها بشويه راندوج ولا كاش عطور، لكم الاختيار. هنا نستفو دوك خبيزات تاع الدجاج اللي درناهم كما راكم تشوفوا، كلشي خضر في خضر. وغندخلوهم الكوشه يطيبوا. وهذه هي السهوله تاع هذا الطبق، وايضا كما نقولوا صحيه بقدر الامكان. واكيد غير عندما طيب غادي تجينا بنينه. هنا نغطوها اكيد بابي كويسون كما راكم تشوفوا. هنا اذا كان موجود معكم بابي الومنيوم تاني تزيدوا ديروا بابي الومنيوم. انا ما كانش متواجد معايا، لذا غطيت البلا تاعي بالصينيه تاع بيتزا، جات سوا مع فوقها باش هكا البخار ما يخرج وطيب لنا في وقت قصير. هنا بعد مرور نص ساعه كما راكم تشوفوا درت شعلت عليها غير من تحت ودرتها مباشره على النار. طابت لنا بهذا الشكل. خصها غير الزيت شويه طيب من الفوق، لذا شعلت لها حوالي 10 دقائق ولا من الفوق. طبعا تاكدوا بلي البطاطا تاعنا طابت. هذه هي غادي تطيب غير في ديك الصلصه تاعها، وتجي مجمره بهذا الشكل، وتجي كما نقولوا ناقصه شويه دهون شويه زيوت. طيبناها في الكوشه غادي تجي صحيه وتجي بنينه، مع رشه اخيره تاع معدنوس كما راكم تشوفوا، لكم الاختيار. وتقدموها بالصحه والهنا مع شويه تاع سلطه وانتم تعشيتوا ولا فطرتوا. طبعا هذا البلا غادي يكفي افراد كامل العائله. انا غادي نقطع لكم قطعه وتشوفوا القوام تاع هذا الكراتان اللي ساهل وبنين وظريف وايضا صحي. كما قلت لكم درنا غير شويه تاع زيت باش قلينا البصل، وشويه تاع زيت فقط، ملعقتين ولا تاع زيت في الصلصه تاع الطماطم. هذه هي. نتمنى انكم تجربوا هذا الطبق في اقرب وقت، تردوا لي خبر وبيعجبكم وينال رضاكم. هكا باش نغيروا شويه على الطبق اللي نقدر نديروها وشويه قليان. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الى اللقاء في فيديو قادم. سلام.